السلام عليكم، اهلا وسهلا يا شباب التكنولوجيا. معاكم عبد الله محمد علي. في الدروس اللي فاتت اتعلمنا الهيكل اللي هو العظم بتاع صفحة الويب بتاعتنا ال HTML، وعرفنا انه بيتكون من حاجة اسمها دوك تايب. وقلنا ان الدوك تايب ده اللي بيعرف البراوزر انك شغال على اخر اصدار من ال HTML، اللي هو الاصدار الخامس لل HTML. وعرفنا تاج اسمه ال HTML. قلنا ان ده الحاوية اللي شايلة الصفحة كلها، زي الهيد اللي فيه مخ الصفحة، يعني عنوانها اللي بيظهر في التاب زي التايتل، وكمان اكواد السي اس اس زي الكود اللي هو اللينك اللي بيربط ما بين السي اس اس والاتش تي ام ال، وتاج الستايل اللي بنكتب فيه اكواد السي اس اس بطريقة الانترنال ستايل شيت. وقلنا الهيكل بتاع ال HTML بيتكون من حاجة كمان اسمها البادي، والبادي ده المسرح بتاعنا. كل حاجة بتشوفها العين بتكون جواه، زي الصور والأزرار والعناوين كلها بتكون هنا. اليوم هو يوم الجد، هننزل قلب الصفحة جوه البادي، وهنتعلم التاجز الأساسية اللي بتحول الصفحة الفاضية دي لحاجة الناس بتشوفها وتتفاعل معاها. لو عايز تعرف ازاي تعمل عناوين قوية وتكتب فقرات وتحط روابط بتودي على جوجل، كمل الفيديو ده للآخر. يلا بينا. طب هتقولي سؤال يا هندسة، هل كل الكلام اللي قلته ده لازم احفظه كله واعيد كتابته كل مرة؟ بص، اهم حاجة عندي تفهم وتكون عارف وظيفتهم ايه كويس، وانا هسهل عليك باختصار بسيط. هتضغط تمسح كل ده كده، تمام، وتدوس شيفت علامة تعجب وتدوس تاب. كده كتب لك الهيكل الاساسي، وانت تعدل براحتك بدل ما تكتب كل الكلام ده من اول وجديد تاني. فاهمين؟ يعني هو موضوع بسيط جدا، بتدوس شيفت علامة تعجب وتدوس تاب، هيكتب لك الاكواد الاساسية ل HTML. تمام، نخش بقى في الموضوع الفيديو. اول حاجة نتعلمها هي العناوين، الهيدنجز. تخيل اي كتاب او مقال بيكون فيه عنوان رئيسي كبير وعناوين فرعية اصغر في ال HTML. بنستخدم الهيدنجز اللي بتبدأ ب H1 وبتنتهي ب H6. بتتكتب كده، تمام، ليها فتحة وليها قفلة، اللي هو الستارت تاج والانت تاج او كلوزنج تاج. تمام. طيب تيجي نشوفها كده على البراوزر شكلها عاملة ازاي. نعمل اوبن ويز لايف سيرفر. طيب هتلاقي اكبر عنوان فيهم هو الايه، ال H1. تمام، كل ما كبر الرقم، كل ما كبرت الرقم، كل ما العنوان صغر. تمام، ال H1 ده زي كأنه عنوان الكتاب. هل عنوان الكتاب بيتكرر اكتر من مرة؟ لا، هو بيبقى على الغلاف الكتاب. تمام، فهو لازم يستحسن اللي يكون العنوان اللي هو ال H1 اكبر عنوان، ما يتكررش اصلا، يتكتب مرة واحدة بس. تمام. طب ليه؟ ما انا لو نسخته وحطيته تاني عادي هيشتغل. ايوه هيشتغل، بس المشكلة عندك في المحركات اللي SEO بتراجع على كودك، ولو لقت ان ال H1 متكرر عندك اكتر من مرة، هيلاقي عندك محركات البحث عندك مش مظبوطة. تلاقي الموقع بتاعك بدل ما هو متصدر في اول خانة، هتلاقيه متصدر في تحت شوية. تمام. وكل ما كبر حجم العنوان، كل ما انت كده بتقول للمتصفح ان النص ده مهم. كل ما يقل الرقم يبقى هو ايه، بيقل الاهمية بتاعته، ودي بتدي قوة لمصفحك في محركات البحث. طب لو المقاسات دي كلها مش عاجباك، عادي تقدر تغير المقاسات دي، النصوص دي، زي ما انت عايز، بس عن طريق خاصية ال CSS، بخاصية اسمها الفونت سايز. تمام. وعلشان اشبع فضولك ممكن نجربها، لكن كده كده هناخدها تاني في كورس السيسس. تمام. طيب نيجي نجرب كده. بنكتب ستايل بيساوي علامة الدبل كوتيشن، وبتكتب فونت سايز 90 بكسل بالطريقة اللي انا كاتبها دي، وبتني بالسيميكون. تمام.
دي طريقة اسمها الانلاين شيت، تمام. دي تبع السي اس اس. طب نيجي نعمل ريفرش كده، شوف ايه اللي هيحصل. احنا دلوقتي خلينا ال H6، تمام، اللي هو اصغر عنوان اللي هو ده، تمام، غيرنا حجمه ل 90 بكسل. تعال نشوف 90 بكسل دي عامله ازاي. اهو بقى بالمنظر ده كده، كده غيرنا حجمه، تمام. يبقى احنا نقدر نتحكم في الحجم زي ما احنا عايزين، بس ده عن طريق الايه، السي اس اس. طيب كده خلصنا العنوان. طب الكلام الطويل نعمله ازاي؟ وهنا يجي دور الباراجراف تاج، اللي هو او الفقرة. الفقرات دي ببساطة اي كلام عايز تكتبه وتخليه منظم في بلوك واحد، حطه جوه تاج البي زي كده. ممكن مثلا نكتب this is B ونعمل ريفرش اهي، اتكتبت هنا اهي، تمام. طيب ناخد بالنا من حاجة، ان تاج البي ده بياخد سطر لوحده. يعني ايه؟ يعني لو مثلا قررنا تاج البي اللي احنا كتبناه ده تاني كده، تمام، وعملنا ريفرش، هنلاقيه اللي هو واخد سطر لوحده. وده ليه؟ ده علشان هو عنصر بلوك. برضو الهيدنج عنصر بلوك، تمام. يعني بياخد مقاس معين، وبياخد حجم معين، ومارجن معين، وبادج معين، تمام. الكلام ده انا عارف انتوا مش فاهمينه، بس خلينا في دماغكم اللي هو البي والهيدنج عنصر بلوك، تمام. لحد ما ناخد درس الاونلاين والبلوك يبقى نعرف يعني ايه بلوك ويعني ايه اونلاين، تمام. يبقى الباراجراف ده الحاوية الآمنة للكلام الطويل، هي اللي بتخلي المتصفح يعمل سطر جديد ويبني فقرة منظمة للكلام. أي نص عادي تكتبه يفضل تحطه جواها عشان نقدر نتحكم فيه بسهولة عن طريق السي اس اس. لأن احنا في السي اس اس بننادي على كل تاج فيهم بحاجة اسمها كلاس، بنسمي كل تاج فيهم بكلاس، تمام. وبنتحكم فيه بقى، عايزين نلونه، عايزين نكبره، نصغره، ايا يكن، تمام. طيب كده خلصنا الباراجراف، نخش بقى على الروابط التشعبية، الانكر تاج. الانكر تاج دي اهم تاج تقريبا في الانترنت كله. الانكر تاج دي هي الايه، كتب، بتتكتب كده، تمام. تكتب ايه، href بيساوي رابط الموقع اللي انت عايز توصله، تمام. بتعمل ايه الانكر تاج دي؟ دي بتحول الكلام العادي لرابط تقدر تدوس عليه يوديك اي مكان انت عايزه. ودي طبعا ما بتشتغلش لوحدها، محتاجة المفتاح بتاعها اللي اسمه ال href، اختصارا لكلمة هايبر تكست ريفرنس. ال href ده العنوان اللي عايز الرابط يودي عليه. لو عايز مثلا العنوان الرابط يوديك على جوجل مثلا، بتعمل كالآتي: نفتح تابة مثلا، نكتب جوجل، تمام. بتاخد العنوان ده كده، تعمله كوبي وتحطه جوه هنا كده، وتكتب ما بين الاتنين هنا بالظبط، تكتب جوجل مثلا، تمام. نعمل ريفرش كده، ندوس على جوجل، فتح لنا موقع جوجل. تقدر بقى تحط هنا اللينك بتاع الفيسبوك، اي لينك انت عايزه يوديك على العنوان من خلال الكلمة المكتوبة هنا. يبقى الايه اللي هي الانكر تاج هي اللي بتحول النص العادي للرابط نقدر ندوس عليه. والمفتاح بتاعها هو خاصية ال href اللي بتحدد مكان اللي الرابط هيودينا ليه. ودي بتستخدم في التنقل بين صفحات الويب. طيب هتقولي يا هندسة، دلوقتي لما بخش على جوجل بيفتح في نفس الصفحة اللي انا واقف فيها. لا، انا عايزه يفتح في صفحة جديدة، ودي بيجي دور البلانك. لما تعمل هنا تارجت بلانك زي كده، تمام، ونعمل ريفريش، نضغط تاني على جوجل، اهو فتح لنا جوجل في صفحة جديدة، مش في نفس الصفحة بتاعة الموقع بتاعنا، تمام. طيب كده خلصنا الانكر تاج اللي هي الروابط التشعبية. طيب كلامك مكتوب حلو، بس محتاج شوية ايه، مكياج، نمكياجه شوية عشان يشد العين. وهنا بنستخدم
خواص التكست فورماتنج، تنسيق الكلام. زي مثلا انا دلوقتي عايز الخط بتاعي سميك تقيل شوية، بنستخدم حاجة من الاتنين، سترونج او البي. زي كده نكتب هنا بي، مثلا نكتب اي نص وليكن this is bold، تمام، ونكتب strong، ونكتب مثلا هنا this is strong. بعد كده نعمل refresh، نلاقيهم جم هنا هم. بس واخدين بالكم من حاجة، لانهم جم جنب الرابط جنب جوجل، ليه ما جمش سطر لوحدهم وتحت بعض وكده؟ ليه؟ لان دي حاجة اسمها inline. تمام، خليك عارف بس ان العناصر التكست فورماتنج بتكون inline. تمام. طب هتقولي مين احسن، استخدم سترونج ولا البي؟ هقولك استخدم سترونج احسن، علشان بتقول للمتصفح ان النص ده مهم مش بس سميك. طيب هتقولي انا مش عايز الكلام يبقى جنب بعضه كده، انا عايز تحت بعضه، عايز اعمل انتر. تمام. طيب نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها البي ار، نعمل بريك. تمام، دي هتنزل سطر جديد. هنا بتقول المتصفح اللي احنا عايزين ننزل سطر جديد، يعني هنا بعد جوجل لقى المتصفح حاجه اسمها بي ار، فهتنزل سطر جديد اهي. اهي نزلت السطر. تمام. طب انا مش عايز برضو this is bold و this is strong دي جنب بعض كده، فهنحط هنا برضو بي ار اها. تمام. نعمل هنا ريفرش اهي بقت تحتيها. طيب نيجي بقى، عايزين الخط يكون مايل، يكون ايتاليك. تمام. عندك حاجة اسمها اي ام، وعندك حاجة اسمها اي، اختصارا لكلمة ايتاليك. طيب دول بيعملوا ايه؟ بيخلوا النص مايل بس اهم، بقوا مايلين. طيب ممكن نحط هنا بي ار اهو، هنلاقي ان الاي ام زي الايتاليك بتخلي الخط مايل. طب انا مين احسن، استخدم الاي ام ولا الاي؟ هقول لك استخدم الاي ام احسن، عشان دي بتدي معنى التركيز على الحاجه للمتصفح. طيب انا عايز في كلمه مهمه انا عايز اعمل عليها هايلايتر بالاصفر، استخدم تاج اسمه مارك، بيتكتب كده مارك. تمام. نيجي نعمل فريش، عمل النص عليه هايلايتر بالاصفر. طيب انا دلوقتي عملت مثلا متجر الكتروني، وعندي مثلا منتج عليه مثلا خصم، منتج انا عامل عليه ديسكاونت، زي مثلا شاشة، الشاشة دي تمنها مثلا 1200 جنيه، وانا عملت عليها ديسكاونت بقى سعرها 1000 جنيه بدل 1200 جنيه. فعندنا تاج اسمه الديل، اختصارا لكلمة ديليت. تمام. اهو عمل لك ايه، نص ومشطوب عليه. طيب عايز تطبق المثال اللي انا قلته، اهي بتكتب كده ان الشاشة دي سعرها 1000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وبدلا من 1200 جنيه بتتحط في تاج الايه، الدل اهي، تبقى ايه شكلها عاملة كده مشطوب عليها. طيب طيب دلوقتي انا عندي كلام عايز احط تحت منه خط، بعمل حاجة اسمها insert، بعمل تاج اسمه ins ins. تمام. او اليو، بس الافضل نستخدم الانسرت. تمام. اليو دي اختصارا لكلمة ايه، اندر لاين. تيجي نشوف كده نجرب اهي، لقينا الكلام تحت منه خط، يعمل هنا بي ار اهو. تمام. كده خلصنا التكست فورماتنج. حاول دايما تستخدم التاجز اللي ليها معنى، اللي هي السيمانتك تاج، زي السترونج والاي ام بدلا من البي والاي. طيب انا عايزك دلوقتي تعرف وتدون معايا ان سترونج دي بتجعل النص سميكا ومهما، تخليه بولد. الاي ام دي بتجعل النص مائلا ونضيف وعليه تأكيد، اللي هي تعمل عليه ايتاليك، خليه مايل. المارك بتعمل تظليل للنص، بتعمل هايلايتر بالاصفر. الدل دي
بالنص المحذوف بيبقى بيظهر مشطوب عليه. طب وعندك الانس اختصار لكلمة insert، بتعمل نص مضاف معنى كلمة insert يعني بيظهر تحت منه ايه، تحت منه سطر كده. وبكده الحمد لله خلصنا الدرس. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.